تصوير وغيره من مسميات الفن التشكيلي. هندخل لهذا العالم ونشوفه ونتعرف عليه من خلال الإيد تتلف في حرير والجمال مع الفن التشكيلي وهذا التقرير. ومعانا احد العارضين للفن التشكيلي. بتصبح لحضرتك وبنتعرف على حضرتك. نوع محفوظ، فنانة تشكيلية. اهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. كلمينا بقى على المنتجات الجميله اللي احنا شايفينها. هو أنا فنانة تشكيلية وأول واحدة في مصر والوطن العربي أعمل أرسم تابلو أو بطلع بيه، بعمله 3D وبطلع بالعروسة بره حدود التابلو. فهتلاقي حضرتك كل العرايس اللي انا عاملاها هتلاقيها فستانها طالع بره حدود التابلو، فانت بتحس انها معاك في واقعك انت. اوكي، والخلفيه هي التابلو اللي انا عاملاه وبرده عاملاه مجسم. بس دي حاجه جديده، يعني احنا اول مره نشوف ده يعتبر حاجه طالعه قدامنا كده، حاجه بارزه. يعني كان طول عمرنا اللوحه بتبقى مرسومه بالايد بس. جات لك الفكره دي ازاي؟ والله بص، انا بحب الحاجات اللي هي محسوسه، الحاجات اللي هي بارزه، وواضح كده ان انا بحب العرايس بزياده، فهتلاقيني حاطه في كل تابلو لازم عروسه، وهي الفستان بتاعها هو اللي مجسماه ومشكلاه ومصلباه ومخلياه يبقى بره حدود التابلو. كمان حتى الخلفيه نفسها بتلاقيها ملامس كلها. يعني لو مثلا العروسه اللي بترقص فلامينكو قدام الاهرامات، فهتلاقي الاهرامات مجسمه كانها حجاره قدامك. برضو اللي هي القاع البحر او قاع البحر، هتلاقي الشعب المرجانيه انا رسمتها مجسمه، مش رسمتها، شكلتها مجسمه ومتصلبه. يعني حضرتك لو خبطت عليها هتلاقيها بتخبط عليها. استخدمت برضو خامات من البيئه زي القواقع، زي الاصداف، الحاجات دي. ورسمت السمك، وكان عملت اللوحه فعلا دي. فعلا انا شفت قاع البحر اللي هو في راس محمد بالشكل ده. هتلاقي برضو البنوته اللي هي واقفه بتبص على البحر، بتبص على مركب سواء بقى بتودع حد او بتستقبل حد. هتلاقي الفستان بتاعها بيتطاير في اتجاه المفروض ان الريح هتحس بيه، هتحس ان في رمل فعلا، هتحس ان في موج فعلا. الفستان هتلاقيه برضو متصلب خارج بره حدود اللوحه. فكل اللوحه 3D، وتحس ان البنت معانا في واقعنا وباصه للتابلو بقى، ايا كان التابلو فيه ايه. طيب بالنسبه لحضرتك اللوح دي، المتلقي بقى المصري او المستهلك المصري لما يجي يتفرج عليها، هل بيقدر تعجبه الفكره الجديده اللي انا يعني، او انا واحد مثلا اول مره اشوفها يعني؟ هي المتلقي المصري او المستهلك المصري، او يعني الكاستمر بتاعنا، هو فعلا بتعجبه الفكره وبيستغربها وبيبقى معجب بيها. وتقال لي حته انا هراعيها بعد كده مستقبليا، ان ليه ان انا اخليهم اجنبيات، خليه حطي الطابع المصري عليها. فانا فعلا بالفعل هعمل رقاصه بلدي وهعمل التنوره والفلاحه طبعا المصريه، والست الصعيديه. اوكي، والفلاحه المصريه والنوبي انا بحب النوبي قوي يعني. اوكي. طيب بتاخد منك قد ايه تقريبا اللوحه دي وانت بتعمليها؟ وبعدين الخامات اللي انت بتستخدميها اغلبها ايه؟ الخامات اغلب الخامات اللي انا بستخدمها هي القماش، يعني انا معتمده على القماش اكتر حاجه، والخشب. يعني خلفيه اللوحه نفسها خشب، اوكي، قماش وخشب ومعاجين خاصه وكده. بتاخد وقت قد ايه؟ بتاخد حوالي شهر من اول ما بتيجي الفكره لغايه لما تخلص، لان عشان اوصل للقماش بدرجه التصلب ده بيحتاج مراحل.
فبتاخد مده طويله للاسف. طيب الاسعار بتاعتها تقريبا بتبقى كام؟ والله بص، الصغيره خالص صراحه رخيصه جدا، اوكي، لانها ما فيهاش شغل كتير وما بتاخدش وقت كتير. لكن الكبيره فهي اللي هي الحمراء ديت، فهي واخده شغل كتير وواخده مجهود كبير وواخده وقت كتير، فطبعا بيبقى سعرها عالي. يعني على حسب، يعني الموضوع بيعتمد على حسب المجهود والخامات اللي بتستخدمها. طبعا اكيد على حسب الخامات والمجهود والوقت اللي